ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. لسه مكملين الإجازة بتاعتنا في الأكادير المغرب. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. أنا اسمي سوسنة. مشينا مطعم اسمه مستر فيش في أكادير. أول حاجة كده طلبنا عصير، ده كان مانجا، كان طعمه حلو مش بطال، ومية، وبينزلوا كده صوصات وزيتون وعيش. لسه الأكل مجاج، بس نحنا طلبنا دي شوربة بالسمك، كانت حلوة بس أنا ما بحبش الشوربة بالسمك. طلبنا بلادر كده فيه سمك وفيه جمبري وفيه كالاماري وفيه جمبري تاني. احنا خدناه مشوي على الجريل، وزي ما شايفين كده فيه سوتيه وليمون بصراحة ورز. السمك طعمه، يعني السمك اللي نحنا اكلناه طعمه زي الشلبة. لو الناس اللي كانت عايشة في السودان ومتذكرة الشلبة، طعمه زي الشلبة بصراحة. فكنت مبسوطة. هنا كنا طلعنا، ده يوم تاني كنا عايزين نمشي مستر فيش، بس لقيناها بيزي شديد، كان يا الجمعة يا السبت. فرجعنا البيت أخذنا ديليفري، فده العيش وبرضو بالسلطات بتاعتهم. وبصراحة الطبق ده بيكفي شخصين، يعني لو مشيتوا الأكادير اطلبوا الطلب ده. هو ب15 يورو بالعملة بتاعتهم في المغرب 150 درهم، ف15 يورو بيكفي شخصين بصراحة. أو الناس اللي مش أكيلة كده خالص يكفي 3 أشخاص. زي ما شايفين كده المقبلات بتاعتهم، فكان طعمه حلو المرة دي بصراحة. ما خلناهوش على الجريل، عملوا فيه سمبوكسة كده زي ما شايفين كبيرة كده، ودي كراب اللي هي كابوريا بيعملوها كده. فبصراحة يعني وجبة حلوة شديد، يعني بتكفي. فأخذناه كله محمر بصراحة، ما عملناهوش على الجريل. المحمر أحلى، بس الناس اللي عاملة دايت ممكن يعني اني تعملوا جريلد يعني. بس ها شايفين دي زي الشلبة اللي انا مسكتها دي، وشايفين الجمبرية قد كيف ما شاء الله عليه. فكله كان محمر، وطبعا جمبري صغير وجمبري كبير، فكان حلو شديد. وانا يعني I recommend it. لو انتم مشيتوا المغرب أكادير يا ريت تمشوا المطعم دي وتطلبوا البلادر دي، طعمها خطير وحلوة شديد. على نفسي انا بقترح لكم ان انتوا تاخدوها محمرة، بس على راحتكم يعني. ولازم لو زرتوا الأكادير لازم تمشوا مستر فيش وتاخدوا البلادر دي، حلوة شديد مش هتندموا. وده كان الفيديو بتاعنا، لغاية لما نلتقي فيديو جديد.